تخيل ترجع بيتك علشان ترتاح وتطمن على بنتك، ترجع تلاقي مراتك مقتولة، ومش كده وبس، لا والشرطة بتلبسك تهمة قتلها كمان. ده بالظبط اللي حصل مع بطلنا جيمس. فيا ترى بطلنا هيتصرف ازاي وهيقدر يثبت براءته ولا لا؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في الفيديو. بس ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. بيبدأ الفيلم سنة 2012، وفي السنة دي بالتحديد الاقتصاد الأمريكي بينهار بسرعة كبيرة جدا، وده طبعا بيخلي البطالة تزيد بنسبة كبيرة في البلد، وبالتالي نسبة الجرائم بتزيد في البلد كلها، وعدد المساجين بيبقى كتير جدا في السجون الأمريكية. وعلشان كده الشركات الخاصة بدأت هي اللي تمسك السجون وتتحكم في المساجين زي ما هي عايزة، لدرجة انهم بيعملوا سباقات للعربيات في السجون دي. بس طبعا السباقات بتاع السجون دي بتبقى مختلفة جدا، ومسموح فيها اي حاجة، لدرجة ان انت ممكن تخلص على المتسابق اللي جنبك عادي جدا، ومسموح لك تعمل اي حاجة، المهم ان انت تفوز بس. والشركات دي سمت السباقات دي بسباقات الموت، وبنعرف ان اللي بيفوز بخمس سباقات في السجون دي بيخرج من السجن ايا كانت العقوبة بتاعته. وبتنتشر السباقات دي على مواقع الخاصة للجماهير، وبتتصدر السباقات دي نسبة مشاهدة عالية جدا. وبعد فترة طويلة بنشوف واحد اسمه جينس، وبيكون شغال في مصنع الحديد والصلب، وبنعرف ان المصنع ده خلاص هيتقفل بسبب التضخم اللي موجود في البلد، واصحاب المصنع كمان بيبقوا رافضين انهم يدوا الموظفين الرواتب بتاعتهم. وجينس كان رايح علشان ياخد باقي حقه، بس ما بياخدش حقه كامل، وهو ولا العمال، فكانوا متضايقين جدا وعاملين احتجاجات حوالين المصنع علشان اللي حصل ده. وطبعا قوات الامن بتروح والدنيا بتتوتر جدا، وجينس بيحاول يدافع عن اصحابه، بس الشرطه بتضربه هو واصحابه، وحصل ما بينهم معركه قويه جدا. وبالليل بيروح جينس علشان يطمن على مراته، ووعدها انه هيشوف شغل جديد في اسرع وقت. وبعدها طلع علشان يطمن على بنته اللي لسه مولوده جديد، وللاسف جينس ما بياخدش باله من القاتل الملثم اللي مستخبي في بيته. ولما جينس بينزل تاني بيلاقي مراته مرميه على الارض، وفجاه بيلاقي القاتل قدام عينه، وعلى طول بيرش منوم على وش جينس وبيعمل له اشاره بايده غريبه جدا. وقبل ما بيمشي بيسيب سلاح الجريمه جنبه، وبيعدي ساعات طويله وجينس بيفوق من تاني، بس بيلاقي الشرطه في بيته، وبيتفاجئ جدا لما بيلاقي نفسه ماسك السكينه اللي عليها دم مراته. وطبعا الشرطه بتقبض عليه على طول ساعتها. وبعد 6 شهور من التحقيقات والمحاكمه جينس بيتنقل للسجن، والسجن ده بيبقى موجود في جزيره منعزله وشديده الحراسه، والسجن ده بيكون من السجون اللي بتعمل سباقات الموت. وبعدها الضابط أولاريك بياخدوا الزنزانة الجديدة بتاعته واللي بيكون فيها عدد من المساجين، وهنا المساجين بيبقوا فاكرين جينس ده شخص ضعيف وبيفضلوا يضايقوه ويستقلوا بيه. وفجأة الضابط أولاريك بيسمع صوت في الزنزانة وبيرجع تاني، وبيكتشف ان جينس ضارب كل المساجين اللي في الزنزانة، وساعتها بيفهم ان جينس شخص قوي جدا وانه مش عادي. وتاني يوم جينس بيروح علشان ياكل مع باقي المساجين، وبعدها بيشوف مجموعة كانت قاعدة بتاكل قدامه، وواحد منهم بيقول انه كان متسابق عربيات شوارع واسمه جينس. وبعدها بيجي واحد تاني اسمه باتشينكو، بيكون متسابق خطير جدا، وبيفضل يستفز جينس وبيقول لهم انه قتل مراته من غير اي رحمة، وبيقول لهم انه شخص جبان واكيد مش هيسيبوا شخص زيه قاعد معاهم. وبعدها حاول انه يهجم على جينس ويضربه، لكن جينس كان اسرع منه وضربه بالصينيه الاكل في وشه، واشتبك معاهم كلهم وضرب المجموعه اللي كانت قاعده معاه. وطبعا الحراس في الوقت ده بيتدخلوا وهجموا عليهم على طول، وقدروا انهم يسيطروا على الموقف. وبياخدوا بعديها الضابط أولاريك علشان يقابل هينسي، وهينسي بتبقى مديرة السجن، وبيكون معروف عنها انها شديدة جدا في تعاملها مع الضباط والمساجين. وبيعرفوا أوريك ان المديرة ما بتتسهلش مع اي حد بيغلط. ولما بيدخل جينس بتقول له هينسي ان السجن بتاعها ده موجود فيه اخطر المساجين اللي موجودين في امريكا كلها، وبتقول له علشان كده هي ما بتسامحش في الغلط. وجينس بيقول لها هو عمل كده لانه عارف الطريقة اللي بيتعامل بها اي مسجون جديد. وهينسي بتتكلم معاه وبتقول له انها شافت الملف بتاعه، وانها عرفت انه كان متسابق كويس جدا ومهارته عاليه في السواقه. وبتقول له ان عندها عرض كويس ليه، وعرفته ان في واحد اسمه فرانك اشهر متسابق في السجن مات في السباق الاخير. وبتقول له ان مفيش اي حد من بره السجن يعرف الموضوع ده، وطبعا بيبقى قصدها على الشركات الخاصه اللي بتعمل المسابقات، وانهم فاكرين انه بقاله 6 شهور في المستشفى. وبتقول له انه بما ان فرانك كان بيلبس قناع دايما على وشه ومحدش يعرف شكله الحقيقي، فمن السهل اننا نجيب متسابق قوي مكانه، والمتسابق القوي ده هيلبس نفس القناع بتاع فرانك. وفهمته انها بتعمل كده لان المشاهدين بيحبوا فرانك، وبتقول له ان القوانين بتاع سباق الموت انه لو فاز ب5 سباقات ورا بعض هيخرج من السجن. وهينسي بتقول له ان فرانك كسب 4 سباقات ورا بعض قبل كده،
ومعنى كده ان جينس لو لبس القناع بتاعه وكسب سباق واحد كمان هيبقى حر. وجينس اتردد في البداية هيقبل العرض ولا لا، بس العرض كان مغري جدا واضطر يوافق علشان يطلع ينتقم لموت مراته. وهنس قالت له السباق هيبدأ بعد يومين، وبتاخده بعدها للمجموعة بتاع فرانك، والمجموعة دي اللي كانت بتساعد فرانك في السباقات وفي تصليح العربية. ولما بتمشي بيتكلم معاهم جينس وبيتعرف على رئيس الفريق وبيبقى اسمه الكوتش، وبيتعرف على باقي الفريق وبيشوف العربية بتاعته وبيبدأ واحدة واحدة يعرف كل حاجة في العربية دي وبيفهم طريقة استخدامها وبيتعرف على أنواع الأسلحة. ولما بيجي يسأل عن الذخيرة بيعرف إن الذخيرة ما بتتحطش غير يوم السباق بس. وبعدها بيخرجوا للساحة وهناك بيعرفوه كل حاجة عن المتسابقين اللي هينافسوه، وبيعرفوه إن الشخص اللي هجم عليه في ساحة الأكل هو متسابق معاه، وإن الشخص ده اسمه باتشينكو. بيبدأ يحذروا من الناس الموجودين معاه، وده لأن كلهم قتلوا متسابقين قبل كده ومفيش أي رحمة في قلوبهم. وبيجي يوم السباق وجينس بيمشي في السجن وهو لابس القناع، وطبعا كل المساجين بيبقوا فرحانين وبيشجعوه على اساس ان هو فرانك. وبعدها بيروح مع الحارس لمكان السباق وبيفهموا الكوتش انه ما يتكلمش مع اي حد من المتسابقين، وده لان فرانك كان بيعمل كده وان الغموض بتاعه كان جزء من جاذبيته قدام الناس. والجمهور كله طبعا بيوصل بعدها، وبعدها البنات اللي بيركبوا مع المتسابقين، وطبعا البنات دول بيبقوا جايين من السجون بتاع الستات اصلا. وبتركب كيس مع جينس زي ما كانت بتركب مع فرانك، والكوتش بيقول له شيل القناع لان كده كده الازاز بتاع العربيه بيمنع الرؤيه من بره. وطبعا كيس كانت عارفه ان فرانك الحقيقي مات اصلا. وبنعرف ان السباق ده هيبقى على 3 ايام مختلفه، وبنعرف انه بيتذاع على شبكات خاصه وان الاشتراك فيها بيكون غالي جدا. وطبعا كل ده بيبقى تحت اشراف المديره بتاعت السجن اللي اسمها هينسي، وبتبقى بتتحكم في كل حاجه في السباق. وبيتحرك جينس على اقصى سرعه في العربيه، وكيس بتراقب حركاته وبتعرف انه سواق كويس جدا، وبتلاحظ برضه انه جديد في وسط السباقات، وبتبدا تتكلم معاه وبتساعده انه يدخل في طريق مختصر. وجينس بيبقى سواق قوي جدا وبيقدر انه يتقدم على باقي العربيات، ودايما بيبقى بيطارد جو عدو اللدود، وده بيبقى اقوى خصم ليه. وبنعرف ان الارض بيكون عليها دواير، ولما حد بيدوس على الدايره اللي مرسوم عليها السيف بتشتغل الاسلحه الهجوميه اللي عنده بشكل الكتروني، ولما بيدوس على اللي فيها الدرع الاسلحه الدفاعيه هي اللي بتشتغل. وطبعا الكل بيبقى عاوز يتخلص من اللي بيسابقه. فجاه هينسي بتشغل حاجه اسمها رؤوس الموت، ودي بتطلع وسط الطريق وبتبقى عباره عن سيوف صلبه، ولو اي عربيه من عربيات السباق خبطت فيها بتنفجر كلها. وهينسي ساعتها بتكون مستمتعه جدا، وبنشوف جو بعدها وهو بيضرب قذايف على المتسابق اللي قدامه بكل عنف ومن غير اي رحمه. بس المتسابق اللي اسمه جريم شغل خاصيه اطلاق الزيت على عربيه جو، وجو اتعطل شويه ساعتها، بس فرحه جريم ما كملتش، وده لان متسابق صيني دخل فيه بقوه وعربيته كلها اتقلبت وضرب فيه قذيفه كمان دمرت العربيه. بس قدر يخرج من العربيه وهو مصاب وبيبدا يتحداه، بس قبل ما يكمل كلامه جه جو بالعربيه بتاعته ودغدغه بيها لحد ما عربيته انفجرت وخرج بره السباق. وبعدها جو بيطارد جينس مره تانية، وجينس بيحاول يضرب عليه بس اتفاجئ ان الاسلحه اللي معاه كلها متعطله، وكان ساعتها مضغوط جدا ومش عارف يعمل ايه. فطلب من كيس انها تفتح انبوبه البنزين وبيقول لها تقعد على رجليه، وطبعا كانت مستغربه جدا بس بتنفذ كلامه. وبيشغل الجهاز الخاص بالمساعد اللي بينقذه وقت الخطر، وبعدها رمى انبوبه البنزين خبطت في السقف ونزلت على العربيه اللي وراه، وكيس طلعت بسرعه من العربيه ورمت عليه جهاز الاشعال فالعربيه انفجرت. وبعدها السباق كمل، ولكن المره دي جو دخل من طريق مختصر. وبنروح لجينس وبنلاقي المتسابق باتشينكو جنبه وبيعمل له بايده نفس الحركه اللي القاتل عملها له لما خلص على مراته، وبكده بنعرف ان باتشينكو هو القاتل. وفجاه جو بيظهر وبيخبط في عربيه جينس بقوه، وقدر انه يعطل العربيه بتاعته قبل خطوات من النهايه. وبكده بتنتهي الجوله الاولى وجينس بيبقى في المركز الاخير. وبيروح جينس بعدها لينس وبيتكلم معاها وبيقول لها انا شاكك ان باتشينكو هو اللي قتل مراته، بس طبعا ما بتصدقهوش، وبتقول له ان هو القاتل الحقيقي وانه علشان كده هو مسجون دلوقتي في السجن ده. وبتطلع صوره وبتقول له ان دي عيله بنتك الجديده، ولو عاوز ترجع لبنتك ما قدامكش فرصه غير انك تكسب الجولات اللي جايه. وطبعا ده بيبقى دافع قوي جدا بالنسبه لجينس، وقدام نفسه بيتعهد انه لازم يكسب. وبنشوف بعدها جينس وهو بيصلح العربيه بتاعته، اول ما بيشوف باتشينكو قدامه بيتعصب جدا وبيروح وراه، لكن اول ما بيدخل للمكان بتاع باتشينكو فبيهجموا عليه رجالته،
وللاسف عددهم بيكون اكبر منه وبيقدروا انهم يتغلبوا عليه. وباتشينكو بيضرب جينس بكل عنف وبياخد المفك الحديد علشان يضربه ويخلص عليه، وبيقول له ان انا مش فارق معايا المديره، وبيبقى لسه هيقتله وبيجي واحد من فريق جينس وبيضربه بالحديده. وجينس طبعا بيستغل الموقف ده وبياخد قطعه حديد بصعوبه جدا وبيغرزها في واحد منهم وبيقدر يخلص على الباقي بسهوله، بس بيهجم عليه باتشينكو وجينس بيقدر انه يتصداه وبيفضل يضرب فيه بكل عنف، وده لانه جواه كميه غضب شديده من ناحيته. بس باتشينكو بيقول له ان هينس هي اللي طلبت منه انه يخلص على مراته، بيقول له ان الضابط اولاريك هو كمان ساعده في الموضوع ده. ولما جينس سمع كلامه وكان لسه هيقتله، فجأة بيجي اولاريك وبيضربه بالصعق الكهربائي وبيخليه يفقد القدرة على الحركة تماما. وتاني يوم بتبدأ الجولة التانية من السباق، وبيبقى فاضل في الجولة دي 6 متسابقين بس، والكل بيبقى مستني يشوف ايه اللي هيحصل في الجولة دي. واول ما السباق بيبدأ الكل بينطلق بسرعة الا جينس، وبيفضل واقف بعربيته وما بيتحركش بيها نهائي، والكل طبعا بيبقى متفاجئ. وبعدها بينطلق جينس بالعربية وبياخد طريق تاني مختصر، وبعدها بيتكلم مع كيس على فرانكو وبيسألها اذا كانت هي السبب في قتله، وبيهددها انه هيخلص عليها لو ما قالتش الحقيقة. وساعتها بتعرفه ان هي اللي عطلت الاسلحة بتاعته وان هي ملهاش ذنب، وان هينس هي اللي طلبت منها كده، وان هينس قالت لها انها هتخرجها من السجن لو عملت كده. وبعدها بينطلق بالعربيه باقصى سرعه وبيروح ورا باتشينكو وبيفضل يطارده، وبعدها بيتقدم عليه وبيلف بالعربيه وبيفضل يضرب عليه بالاسلحه، وباتشينكو كمان بيفضل يضرب عليه وبتبقى حرب عنيفه. وفجاه بيلف مره تانية وبيتكلم مع كيس وبيقول لها تفعل الدخان، وبالفعل باتشينكو ما بيبقاش شايف اي حاجه قدامه، وفجاه بيخبط في الحاجز وبيتشقلب بالعربيه، وهنا بيقف جينس بالعربيه وبيسيب باقي العربيات، بالرغم ان العربيات بتتقدم عليه بس هو ما بيكونش فارق معاه. وبينزل من العربيه وبيروح لباتشينكو وبيكسر رقبه باتشينكو، رغم ان دي بتبقى مخالفه للقانون. وبعدها بيبص للكاميرات علشان بيبقى عارف ان هينس بتبقى شايفاه وفاهمه اللي بيعمله ده، وبيبص لها نظرات تحدي، وهينس بتتعصب جدا وبتؤمر الفريق بتاعه يطلعوا العربيات المدرعه وتفجر اي عربيه تقف قدامها. واول ما بتخرج الكل بيبقى خايف ومتفاجئ جدا، وده لان المدرعه عباره عن آلة حرب متكامله، وفعلا المدرعه بتبدا تطارد كل العربيات اللي قدامها وبتفضل تخلص على العربيات واحد ورا التاني لحد ما بيبقاش فاضل من المتسابقين غير جينس وجو. وجينس بعدها بيتكلم مع الفريق بتاعه وبيقول لهم يوصلوه بالعربيه بتاعت جو، وبيتفق مع جو انهم يتحدوا مع بعض ويدمروا المدرعه دي. وفعلا جو بيوافق وبينطلقوا هما الاتنين علشان يدمروا المدرعه، وبيبداوا يشتتوا المدرعه وبتكون بتهاجمهم بكل عنف وبتضرب عليهم باسلحه كتيره جدا ومختلفه، بس هما بيبقوا اقوياء جدا وبيقدروا انهم يتفادوا الطلقات دي. وبيجروا هما الاتنين بسرعه بالعربيات وبيسبقوها وبيقفوا على الدايره اللي فيها الدرع، فبيخرج منها على طول السيوف الحديديه دي، والمدرعه بتدخل فيها وطبعا بتتدمر تماما وبتعمل انفجار كبير جدا، والكل بيبقى متفاجئ جدا من اللي بيشوفه ده. وبعدها جو جينس بيرجعوا وسط فرحه كبيره جدا من السجناء لانهم ما بيبقوش مصدقين اللي بيشوفوه بعينيهم ده اصلا. وبعدها بيتجمعوا كلهم في الساحه وبتتكلم معاهم هينسي وبتقول لهم ان الجوله الاخيره هتبقى بكره واللي هتحدد مين اللي هيكسب فيهم، وطبعا الاتنين دول هم فرانكو وجو، وبتقول لهم ان اللي هيقدر يكسب السباق ده هيقدر يخرج من السجن. وفي نفس الوقت بتاع الخطاب ده بنشوف الضابط هولاريك وهو بينفذ اوامر هينسي وبيحط قنبله بتنفجر عن بعد في العربيه بتاعت جينس. وبعد ما الخطاب بينتهي جينس بيروح علشان يتكلم مع جو، بس جو بيكلمه وبيقول له ان هو هيعمل اي حاجه علشان يكسب السباق ده، وبيقول له ان هو زهق من المكان ده وانه عاوز يخرج من هنا، وبيحذره وبيقول له احسن لك تبعد عن طريقي. بس جينس بيقول له ان احنا عايزين نتكلم مع بعض قبل السباق. وتاني يوم بنروح للسباق وبيبقى السباق ده بالليل، وبيبقى جينس راكب عربيته وكيس بتتكلم معاه وبتقول له ان هينسي طلبت منها انها تعطل له العربيه اول ما يقرب يكسب السباق. وبيبدا جو جينس ينطلقوا باقصى سرعه عليهم، وده طبعا لان هما الاتنين عاوزين يكسبوا السباق ده. ولما بيجي جينس يعدي على الدايره علشان يشغل الاسلحه، اولاريك بيعطلها له، وجو هو اللي بيضغط على الدايره وفعلا بتشغل الاسلحه معاه، وبيفضل يضرب على جينس بكل قوه وبيفضل يطارده، بس جينس بيحاول يتفاداه طول الوقت، بس العربيه طبعا بتبقى اتضررت بشكل كبير. فطلب جيس من كيست انها تفك الدرع الخلفي، وده لانه عاوز يشتت جو، وعملت كده فعلا، لكن جو كان ذكي وما اتخدعش. وبعدها جو بيكلم جينس في اللاسلكي وبيقول له ان القذيفه الجايه دي هديه مني ليك، وبيضرب جو قذيفه قويه جدا، بس جيس بيقدر يتفاداها والقذيفه دي بتخبط في السور وبتدمره، وساعتها هما الاتنين بيخرجوا من الطريق بتاع السباق. وهنا كانت الصدمه الحقيقيه للكل، وهنا هينسي واولاريك اكتشفوا ان هما كانوا
كانوش بيتسابقوا اصلا، وان هما الاتنين بيخططوا ان هما يهربوا. ودلوقتي هما الاتنين في طريقهم ناحية الجسر، والجسر ده يا معلم بيبقى بيربط بين الجزيرة والمدينة. وهينس ساعتها بتقرر انها تنتقم من جينس وتفجر القنبلة اللي في عربيته، بس العربية ما بتنفجرش لان الكوتش اكتشف الخطة بتاعتها اصلا، وان هو شال القنبلة وعمل حساب. فقررت انها تبعت طيارات مروحية وراهم هما الاتنين. وفي الوقت ده جو وجينس كانوا ماشيين باقصى سرعة، وعربيات الشرطة وراهم وطيارات كمان. وبعدها بيطلب من كيس انها تشغل الانابيب بتاع الغاز، وبيعمل انفجار كبير جدا في عربيات الشرطة، وخلاهم كلهم يبدأوا يتهاسوا ببعض، وده بسبب ان الجسر كان ضيق. وبيطلب جينس من جو بعدها انهم يفترقوا، وفعلا بيفترقوا هما الاتنين علشان ما يقدروش يطاردوهم. وبعدها هينس بتبدأ تتواصل مع قائد الطيارة وبتقول له انا عايزاك تركز مع جينس بس. وفي اللحظة دي جينس بيسأل كيس وبيقول لها اذا كنت متأكدة من اللي هتعمليه ده، فبتقول له ما تقلقش لان هينس اديتها الاوراق بتاع الخروج علشان تسمع كلامها وتعطل له العربية. وفجأة جينس بينط من العربية وهي بتعدي من وسط عربيات كتير علشان محدش يلاحظ، وبيسيب القناع مع كيس وبتفضل ماشية، والطيارات بتفضل تطاردها طول الوقت وبتضرب عليها نار علشان توقفها. وبعد وقت طويل بيقدروا انهم يوقفوها فعلا، وكيس بتطلع من العربية وهي لابسة لبس فرانكو والقناع كمان. وجينس ساعتها بيكون بيراقبها من بعيد، وبيجيله جو بعديها وبيكملوا الخطة بتاعت الهروب. وفي الوقت ده بنروح لهينس وبنعرف ان جاي لها هديه، واولريك بيقول لها الهديه دي بمناسبه معدلات المشاهده الخياليه اللي جات لنا. ولما بتفتح الهديه دي بتتفاجئ ان دي القنبله اللي اولريك كان حاططها لجينس في العربيه. وساعتها جينس بيدوس على الزرار وبتموت هينس اخيرا. وبيعدي 6 شهور على الاحداث دي، وبنشوف جو وجينس في المكسيك مع بعض، وساعتها بيبقوا بيشتغلوا في العربيات بتاعت السباق. وبيجي لهم كيس بعديها وبتبقى اتاخرت شويه لان حصل مشاكل في الاوراق بتاعت الخروج بتاعتها. وبيقول لها جينسو ان عنده مفاجأة حلوة جدا ليها، وبيوريها بنته اللي رجعت لحضنه اخيرا بعد غياب طويل. وده كان ملخص فيلمنا النهارده. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشترك في القناة علشان تتابع باقي الملخصات، ونشوفكم في ملخص جديد. سلام.